فين الحكمة لما يطول بك البلاء حتى يظن الناس إن ربك ناسيك؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال نبيك صلى الله عليه وسلم: إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان إليه. فشوف هيقولوا إيه. فقال أحدهما لصاحبه: أتعلم لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. فقال: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب. فقال أيوب: والله ما أدري ما يقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. فلما اشتد البلاء وتكاملت أركان الظلم جاء النصر. فأيوب عليه السلام خرج لحاجته وامرأته بتساعده، فنزل ما نزل به من النصر والشفاء كما حكى الله سبحانه وتعالى. فلما رجع امرأته لم تعرفه فاستبطأته، وبعدين شافت واحد مش عارفة مين ده، فقالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ يعني كان معروف 18 سنة. هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو.